من أهم المعالم البارزة في مدينة المشخاب هو قصر الشيخ عبد الواحد آل سكر القائد في ثورة العشرين والمولود سنة 1880. طبعا هذا المكان كان شاهد على ثورة العشرين والاحتلال البريطاني، وكان مقاوم وبشدة، والرجالات كلها هنا مقاومة للاحتلال، وكان شاهد على تأسيس الملكية الهاشمية بسنة 1921. وطبعا هذا القصر انهدم بالقصف البريطاني وعاد ترميمه وبناء جزء الأكبر من عنده بأربعينيات القرن الماضي.